السلام عليكم خوتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نوجد معكم تيراميسو بنكهه البرتقال اللي غادي يعجب حتى وليداتكم، وما غاديش تحتاجوا انكم تعطيوهم هذاك التيراميسو يعني الاصلي اللي كيكون بالقهوه اولا بالكاكاو، كيكون شويه مجهد على الوليدات الصغار. قلت انا بما ان ولدي غياكل معنا ندير ديال البرتقال غادي يعجبو بزاف، وداكشي اللي كان. المهم احتاجيت هنايا 1 لتر من الحليب، ما خدمتش به كامل، خدمت غير بنصف لتر. المهم هذا حليب كامل الدسم. غتحتاجوا هاد لي بودوار هادو اولا البسكوي الخاص بالتيراميسو، غتلقاوهم في اي محل تجاري دايرين ب 15 درهم. الحليب خلاص داير ب 11 درهم. واحتاجيت واحد الباكي وحده ديال لاموس اولا الكريم شونتيي بنكهه، يعني بالنكهه ديال الفانيلا اولا الياغورت اللي لقيتوها فيهم راه مزيانه. المهم انا ما لقيتش الياغورت، جبت غير ديال هذا الفانيلا. واحتاجيت كذلك واحد الجبن طري يا اما بيرلي اولا جيرفي، و3 المعالق ديال السكر حبيبات، و2 معالق كبار ديال النشا او مايزينا، وكذلك 1 الكيلو من الليمون البرتقال. غادي تعصروا منه حتى تحصلوا على 2 الكؤوس بالقياس بالكاس العنبه. احتاجيت هنا واحد المول، واخا هذا المول ديال الكراطا، المهم عييت نحكم ما بغيتش يتحيد داك الحرق منه، ولكن ماشي مشكل، حنا نستخدموه غير على البارد دابا. المهم هذا المول هذا عندي متوسط، ماشي كبير وماشي صغير، باش كنخدموا فيه هذا ديالنا. نتوما ما عندكمش المول هكا ممكن تستخدموا غير داك السيركل اللي كيكون ديال الحديد. المهم غتاخذوا واحد الاناء غادي تضيفوا فيه هاد لاموس هادي، وغادي تاخذوا هذاك الكاس اللي كتشربوا فيه الشاي اولا كاس العنبه، وهو اللي غادي تعبروا به كاس واحد من الحليب يكون بارد، حيت المكونات اللي كانوا باردين كتطلع لكم الكريمه مزيان. تكون لاموس ديجا حطيتوها ليله قبل في الثلاجه هي والحليب صافي. المهم انا عملت لاموس هنايا، وعملت كذلك معاها هذاك الكاس ديال الحليب، وطربتها مزيان. درت ديك السرعه ديال الباطور مجهده، طربت مزيان حتى طلعت الكريمه، ماشي حتى تحصلوا عليها عاوتاني عاقده بزاف، غير شويه وصافي. المهم طربتها مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا صافي حتى طلعت، ونزلتها هكذا على جنب. ومشيت كنخدم معكم كريمه ديال الليمون البرتقال. مازال غادي نرجع لهاد الكريمه هذه ديال لاموس، غادي نضيف فيها واحد جيرفي، وغادي نضيف معاها واحد المعلقات هكا ديال الليمون البرتقال، ديال الكريمه ديال الليمون البرتقال، باش كتجي منكهه وكتجي زوينه. المهم هنايا عصرت داك الكيلو قل 2 حبات، بقى شاطوا ليا 2، وشديت عبرت بداك الكاس النيت اللي وريت لكم في الاول، وضفتهم في واحد الكاسرول، وضفت عليهم هكذا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات، وكذلك ضفت عليهم واحد 2 معالق نشا، وحركت مزيان هكا على البارد، باقي ما درتهمش ديك الساعات على فوق البوطه. حركت مزيان باش ما كيتكوروش دوك المكونات، داك النشا ما كيتكورش، ضروري هكا تحركوه بالطراب اليدوي مزيان غير فوق هكا فوق الطبله. عاد من بعد تحطوها حتى كتندمج المكونات هكا السكر والنشا والليمون، عاد باش كتحطوها فوق البوطه، وتبقاو مع التحريك بدون يعني مستمرين بدون ما توقفوا حتى كتحصلوا على ديك الكريمه هكا شي شويه تتبدا تقال. باش كتعرفوها بدات كتقال كتولي دير داك بحال الفقاعات الفوق. المهم انا حصلت على هاد الكريمه ديالي بحال هكا، غادي ننزلها على جنب وغادي نخليها حتى تدفى. عاد باش كنرجع كنبدا نخدم بيها، ضروري تخليوها حتى تدفى، ما يمكنش غادي تكبوها فوق من داك الكاطو ديالكم اولا فوق التيراميسو ديالكم وهي سخونه، راه غادي تخسر لكم التيراميسو ديالكم كامل. المهم انا خليتها هنايا حتى بردات مزيان، ما احتاجيت نضيف ليه بيض، ما احتاجيت نضيف له جيلاتين ولا حتى شي حاجه، راكم شفتوا معايا غير عصير ليمون البرتقال السكر والنشا. المهم هاد الكريمه ديال لاموس انا رجعت ليها، غادي نضيف فيها هاد جيرفي هذا ها هو، وغادي نضيف فيها كذلك 2 معالق كبار من هاد الكريمه ديال الليمون البرتقال. المهم تبعوا معايا المراحل، انا غادي معكم يعني من الالف الى الياء داكشي بالترتيب كيف ما درت.
المهم خليت هاد الكريمه هادي حتى هكا دفات شي شويه، وخلطتها مع هاد الجيرفي مزيان عاد باش ضفتها لديك لاموس صافي. وعاود طربت مره واحده اخرى ونزلتها على جنب، لان الصراحه ملي كتضيفوا داك المعلقات هكا ديال الليمون البرتقال وكتضيفوا الجيرفي كتزيد ديك لاموس كتعقد وكتجي منكهه ولذيذه. هنا هاد لي بودوار هادو غادي ناخذهم وغادي نبقى نغمسهم هكا في الحليب عادي، الحليب بارد هكا. كبيت شويه في هاد الزليفه ما كفاتنيش صافي، خديت هكا واحد الطبسيل هكا شويه كبير وخويت فيه الحليب وبقيت كنغمس فيه هاد لي بودوار وكنستف في داك المول الزجاجي اللي وريتكم هذا. المهم غادي ندير واحد الطبقه اولى كنغمس هكا من جويه بجوج بهاد الطريقه هذه وصافي. غادي نبدا نستف هنا وغادي ندير ديك الطبقه الاولى. غادي يبقاو ليا واحد الفراغات هكا شي شويه خاويين، غنبقى نقطع طريفات هكا مع كتكون هاد لي بودوار قاصحين. غادي نبقى نقطع شويه هكا بحال هذاك الفرتيت كندوزو هكا في الحليب وكنسد به دوك الفراغات صافي. هيا هنا كنوريكم الكريمه، كنقول لكم راني ضفت لها الكريمه البرتقال وضفت لها الجيرفي صافي، راه واجده عندي دابا. وهنايا هي الطبقه الاولى استفتها، غادي يبان لكم دوك الفراغات راني سديتهم ما خليتهمش هكاك مفتوحين صافي. غادي نطبق عليه الطبقه الاولى من الكريمه، استعنوا هكا بشي سباتيل ولا شي حاجه باش تملسوا بها هكا من الفوق صافي. وضفت كذلك مره اخرى واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال ديك الكريمه البرتقال باش يزيد يجيني هذا التيراميسو منكه مزيان بالبرتقال، ما تجينيش فيه غير ديك النكهه ديال لاموس وصافي، لا تجي فيه البرتقال غالبه اكثر. هنا ضفت الطبقه الثانيه وكذلك سديت دوك الفراغات اللي كيبقاو، وغنعاود نطبق الكريمه يعني الطبقه الثانيه من الفوق بحال هكا صافي. ومن بعد كنخوي عليها هذيك الكريمه اللي بقات عندي ديال البرتقال بهذه الطريقه هذه، وزينت بواحد الحبه ديال البرتقال هكا من الفوق وبعريشات هكا ديال النعناع. وهذوك النقيطات اللي كيبانوا لكم قهويين غير واحد البسكويت ولدي هكا فيه الشوكولا لداخل وفيه البسكوي من برا، حكيت واحد الحبه وحده هكا من الفوق. نتوما يمكن لكم ديروا دوك بودور الخشخاش من الفوق حتى هما كيعطيو منظر زويون، زينوا بالشكل اللي يعجبكم. المهم المفيد هو هذا، ديروا ديك الطبقه د الليمون البرتقال من الفوق والتزيين راه كل واحد كيدير اللي بغا. هنايا تحشمت معكم نضنا مع الفجر، كانت باقا 10 دقائق ويأذن، ما بقاش ليا الوقت فين غنصور حيت عملتها في الثلاجه 4 سوايع حتى بردات صافي. تكينا عليها مع الفجر كليناها مع الرايب البلدي وصافي. من بقى لي هذا المورسو هذا قلت غادي نصوروا لكم. المهم جات زوينه، جات لذيذه بزاف، جات كتحمق فنه ومنعشه، يعني نقول لكم منعشه، حسبوها تحليه تيراميسو سميوها كيف ما بغيتوا. المهم كتجي منعشه بالنكهه ديال البرتقال. المره الجايه غادي نديرها بنكهه الليمون الحامض. المهم راها كتجي لذيذه بزاف وصافي اخوتي. هادشي اللي كاين وبصحه والراحه، وغادي نوريكم هكا شي مورسو حيت حتى الغد لاين صبحنا هكا صايمين، وقطعت لولدي واحد المورسو صورته لكم. الصراحه هادشي اللي بقى منها كليناها كما قلت لكم في الفجر بغيت نصور ولكن بقات 10 دقائق تنقول الا صورت غادي نبقى انايا بلا سحور. ايوا هادشي اللي كان. المهم حنا العدد ديالنا هكا في رمضان ملي كنفطروا كتجي تقريبا ديك الوقيته ديال 12 ديال الليل كنتعشاو، وعاد كنفيقوا عاود الفجر كناكلوا شي حاجه هكا غير خفيفه، شي هكا بحال التيراميسو مع الرايب، ولا المهم كناخذوا شي حاجه خفيفه ولا بريريد اتاي مع مخمرات مع شويه السفوف. فهمتوني هادشي اللي كاين. المهم كنتعشاو حنا ما عندناش ديك القضيه ديال غير الفطور والسحور. المهم ها نتوما اخوتي شوفوا معايا كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه زوينه وغادي تعجب وليداتكم. اهم حاجه انها منكهه مزيان بهذاك البرتقال. ايوا وصافي هادشي اللي كاين. المهم غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. بعدا وليدي الحمد لله حمق على عجبات وكيضرب دوري يقول لي مامي عطيني هذيك ميسو هذا هو تيسميها ميسو ولا كيقول لي عطيني اورانج، مامي بغيت اورانج.
ايوا هادشي اللي كاين. المهم الحمد لله انا تيعجبني الحال ملي كنصاوب شي وصفه وكتعجب ولدي بالدرجه الاولى، كيعجبني الحال الصراحه. ايوا ان شاء الله نعاودها لهم بنكهه الليمون الحامض. ومره اخرى بحال هكا في يعني بحال هكا في الوسط ديال رمضان نعاود نديرها عاوتاني تيراميسو الاصلي، يعني بالكاكاو والقهوه. ما عمرنيش الصراحه دقتها بالكاكاو والقهوه حيت ما عنديش مع القهوه بزاف. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، وبصحه.